اجتمعت المشاعر في جزيرة بعيدة، وكان الحب يعيش هناك مع بقية المشاعر: السعادة، الحزن، الغضب، الغيرة وغيرها. وذات يوم أعلن أن الجزيرة ستغرق. هرعت جميع المشاعر إلى قواربها للنجاة، لكن الحب وحده بقي لأنه أراد أن ينقذ الجميع. وعندما بدأت المياه تغمر الجزيرة، قرر الحب أن يطلب المساعدة. مر الغنى بقاربه الفاخر، فصاح به الحب: يا غنى خذني معك. رد الغنى: آسف، قاربي مليء بالذهب ولا مكان لك فيه. ثم مرت السعادة، فصرخ الحب: سعادة خذيني معك. قالت السعادة وهي تضحك: أنا مشغولة جدا بالفرح، لا أستطيع التوقف. ومر الحزن بقاربه البسيط، فقال له الحب: يا حزن دعني أذهب معك. قال الحزن: أنا حزين جدا وأريد أن أبقى وحيدا. ومرت الغيرة، فناداها الحب، لكنها تجاهلته تماما، لأنها كانت غارقة في أفكارها. وفي اللحظة الأخيرة مر شيخ كبير بصمت، فاقترب من الحب وأخذه معه بهدوء، لم يتكلم ولم يطلب شيئا. وبعد أن وصلا إلى بر الأمان، سأل الحب أحد المشاعر: من أنقذني؟ من كان ذلك الشيخ؟ فأجابه: لقد كان الزمن. قال الحب بدهشة: الزمن؟ ولماذا أنقذني؟ قال: لأن الزمن وحده هو من يستطيع أن يساعدك لتفهم الحب الأعمى.